في جنازة مهيبة وسط صلوات محبيه ورعاياه، ودع المصريون البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية والبطريرك رقم 117 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية صباح اليوم. دموع وحزن لفراق رمز مسيحي وطني أحبه الجميع. بدأت الجنازة بالصلاة في حضور حشد من كبار القيادات الدينية المسيحية المصرية والعالمية. أعقبها قراءة وصية البابا شنودة على لسان الأنبا بافانوتيوس أسقف صمنلو. كان اليوم قد بدأ باستقبال الحضور المدعوين من قبل الكنيسة لكبار قيادات الدولة ورجال الدين المسيحي والإسلامي والشخصيات العامة وسفراء الدول العربية والأجنبية. البابا شنودة كان قائد من الصعب يتغير، سواء على مستوى الكنيسة أو على مستوى مصر، لأنه مصر كانت في قلبه، وهو صاحب العبارة اللي قالها من كل قلبه إن مصر ليست وطنا نعيش فيه بل هو وطن يعيش فينا. أنا النهاردة بقول إن العالم كله فقد قداسة البابا، مش مصر بس. والحقيقة قداسة البابا هو أب للمسلمين والمسيحيين، ما هوش يعني خاص للمسيحيين فقط، بالعكس هو رمز مصري عظيم ووطني كبير جدا. وكان كل لقاءاته معانا كان دايما يقول لنا اجعلوا مصر هي الأولوية بالنسبة لكم، هي اللي في الأولوية وما فيش غيرها. يا رب يخلف البابا أيضا شخص يتمتع بذات الحكمة التي كان يتمتع فيها البابا شنودة، وبذات حبه لمصر ووطنيته لمصر، فقد أحب مصر ومصر قد أحببت البابا أيضا. احنا جايين النهاردة أولا نشكر اللي هو قام بيه، نعزي فيه إخواننا الأقباط كلهم، نعزي فيه مصر كلها، نعزي فيه الشباب المسيحي في صناع الحياة اللي أنا بعزيهم تعزية خاصة. أنا شايف إن مصر محتاجة رجال زيه يكونوا حريصين دايما على توازن جوه بلدنا. واحتشد آلاف الأقباط في محيط الكاتدرائية ممن لم يحالفهم الحظ في الدخول لحضور اللحظات الأخيرة ووداع البابا شنودة. كان نفسي ان انا اخش بس ما عرفناش، لفينا كتير ما عرفناش نخش، بس كان نفسنا يعني نحضر العزاء جوه ونشوفه كده، بس معلش بقى ملناش نصيب. لينا رب احنا تولانا، هو يشفع لنا في السماء عشان هو راضي القديس وراضي العظيم وراضي للعالم كله يشهد عنه. تاريخه مش بشري، تاريخه سماوي. لحظات صعبة علينا جدا، هو كان بمثابة يعني ظهر كبير بعد ربنا طبعا، فلحظات للمسلمين والمسيحيين او المسلمين قبل المسيحيين، فمش هقدر اوصفها لك يعني. انتهت الجنازة وخرج جثمان البابا شنودة متجها إلى مثواه الأخير، ولم يملك أي مسيحي ضبط نفسه، فتحرك الجميع بالآلاف في مسيرات خلف السيارات التي تحمل الجثمان والتي تتجه إلى مطار الماظة، وفي قلوبهم وعلى ألسنتهم عبارة: اوعى تقول البابا مات، البابا شنودة في السماوات. دقت أجراس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مع انتهاء المراسم الجنائزية لتوديع البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية، معلنة معها حالة الحداد العام في البلاد لكافة المسيحيين المصريين، وليفارق جثمان البابا شنودة المكان الذي تعود رؤية رعاياه فيه، متجها إلى دير الأنبا بشوي بوادي النطرون كما أوصى. عماد البطراوي، برنامج مصر الجديدة مع معتز الدمرداش.